السلام عليكم. انهيار وجنون مرتضى منصور بسبب قرار الفيفا اليوم، ويهاجم الإمارات بسبب النادي الأهلي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ عطر فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صرح مرتضى منصور على قناة الزمالك وقال: الفيفا النهاردة بتهدد نادي الزمالك بخصم 6 نقط من الزمالك ووقفه من القيد لمدة موسمين بسبب اللاعب خالد بوطيب، وحكمت للاعب ب2 مليون يورو و700 ألف يورو، وانتوا عارفين الدولار واليورو كله غلي، يعني المبلغ ده حوالي 80 مليون. واللاعب خالد بوطيب ده أساسا ملعبش في الزمالك غير 24 ماتش بس، يعني لو بنحسب في كل مباراة المباراة الواحدة واقفة ب4 مليون جنيه، وأساسا ما كانش بيشارك أساسي، وكان بينزل في آخر ربع ساعة 5 دقايق 10 دقايق. واللي جاب لنا الصفقة دي تركي آل الشيخ، وهو المفروض هو اللي يدفع الغرامة عشان هو أساسا ملعبش في الزمالك وجاي ببلاش. أنا عارف إن دي كانت خطة عشان يضربوا بيها نادي الزمالك، وده اللي بيحصل دلوقتي. وأنا مش عارف الفيفا دي نايمة على ودانها ولا إيه. يعني لاعب يلعب 24 ماتش ياخد 80 مليون جنيه غير الفلوس اللي أخدهم قبل كده من الزمالك. ده واخد من الزمالك يجي 35 مليون، يعني المبلغ كله على بعضه حوالي 125 مليون. هو في ايه؟ الفيفا بتتآمر على الزمالك عشان تهدم الزمالك، وانا عارف ان الفيفا بترضي النادي الاهلي، بس الفلوس ديت انا مش هدفعها لخالد بوطيب عشان اللاعب ده ما يستحقهاش اصلا. وانا مش عارف الامارات جايه تتحالف ليه مع النادي الاهلي دلوقتي وعايزين يعملوا له استاد. يعني انتوا مش شايفين نادي الزمالك هو الاولى بالاستاد ولا ايه؟ ده احنا ابطال الدوري مرتين ورا بعض وابطال الكاس، كل ده عشان يعقوب السعدي اللي كل شوية يطلع في قناة أبو ظبي يمجد في الخطيب والأهلي، وسايب الزمالك بطل مصر. وإن كانت الإمارات هي اللي بترعى النادي الأهلي دلوقتي وهتعمل له الاستاد، فأنا بناشد قطر والكويت والسعودية اللي شعبية الزمالك فيهم أكتر من شعبية الأهلي، بقول لهم تعالوا اعملوا الاستاد وشاركوا نادي الزمالك، عشان نادي الزمالك دلوقتي بيقع وعلى ديون بالملايين. انقذوا نادي الزمالك بدل ما انتوا عمالين تدعموا في الأهلي بس. وفي النهاية لو أنت محب للنادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.